السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بقى النهارده البتنجان العروس او البتنجان الرفيع بطريقة حلوة قوي بتتبيلة خطيرة. يلا بقى كده نبدأ نعمله مع بعض. هنجيب بتنجان، اهم حاجة يكون رفيع كده وايه وقصير، والبتنجانة يكون فيها لحم شوية. تمام. هنجيبه كده ونقطع الطربوش بتاعه او بتاع الخضرة اللي بتبقى موجودة فيه دي. هنشيلها كده منه ونغسله كويس. تمام. بعد كده بقى هقولك هتعملي ايه، بس متعملش الخطوه دي قبل الغسيل عشان ما يطرش ما يخليش الزيت يطرطش على البوتاجاز ويبهدلك البوتاجاز. هنغسله كويس، وبعد ما نغسله نفتحه بقى كده ايه بالسكينه فتحه صغيره زي ما انت شايفه كده. تمام. بعد كده بقى اسخن الزيت على البوتاجاز، وهبدا بقى ايه اقلي البتنجان كله كده، وهعمل له بقى تتبيله حلوه قوي قوي. اهم حاجه تتبيله يا جماعه بجد فعلا حلوه قوي قوي، هتفرق معاكم جدا جدا في الطعم. هغطي بقى كده عشان الزيت ما يطلعش على البوتاجاز وما يبهدلش الدنيا. وكمان حاطط قرنين فلفل رومي برضو، ممكن تحطيهم معاهم برضو بيبقى طعمهم حلو قوي، وهنحط لهم من نفس التتبيله اللي هنعملها. تمام. ده توم، ودي إيه كزبره وبقدونس وشبت، انا بحب احط الثلاثه مع بعض، ومعلقه هريسه شطه، وكمان قرن فلفل كوبي، وليمون، وطماطميه. بقى الطماطميه دي بتودي في حته تانية خالص، تخلي طعم خطير خطير. هفرم الفلفل وهفرم كمان الخضره، وهفرم الثوم مع بعض كويس جدا، افرمهم انعمهم كويس قوي. تمام. بعد لما يتفرموا بقى كده ممكن تفرموهم في الكبه، او ممكن تقطعوهم حتت صغيره زي ما بتحبي بقى انت اللي انت عايزاه. هحط كمون وهحط كزبره وهحط ملح، دي البهارات اللي انا هحطها بس كده مع البتنجان، بتخلي طعمه حلو قوي. هعصر بقى ايه ليمون، وهحط كمان معلقتين خل، عشان الخل بيخلي طعمه حلو قوي قوي، وبيديله طعم حلو كده ونكهة حلوة كمان. الطماطمية دي بقى بتخليه طعم جميل جدا جدا جدا. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة بلاش، دي اختياري. هقطع بقى الطماطم قطع صغيرة كده، قطع صغيرة قوي قوي، وهقلب بقى كل الخلطة دي كده مع بعضها بالخل بالليمون، واقلبهم مع بعض. تتبيلة بجد تحفة تحفة تحفة، تتبيلة حلوة قوي يا جماعة، جربوها بجد فعلا هتعجبكم قوي قوي مع البتنجان. ممكن كمان مع البطاطس المقلية برضو، اللي هي الحلقات التخينة، ممكن تعمليها برضو بنفس التتبيلة دي، بتبقى طعمها حلو قوي قوي. هنا بقى هاخد الايه التتبيلة اللي انا عملتها وابدا احشيها كده في البتنجان، وده بيتاكل على طول على طول على طول في نفس اللحظة كده بتبداي تاكليه بقى. بجد حلو جدا، ولا بياخد وقت بقى في التمليح ولا حاجه. بتنجان كده مملح بطريقه سهله وحلو جدا، وفعلا مش بيشرب زيت خالص. هقول لك ليه بقى مش بيشرب زيت، لان انتي البتنجانه بتبقى سليمه، يدوب فتحه صغيره قوي فيها عشان بس ما تفرقعش وتحرقك او حاجه على البوتاجاز بس. جربوها، ويا ريت بقى ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.